سيبي طفلك يعيط، سيبيه يبكي. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ ما تخلوش الاطفال يلووا دراعكم بالعياط. تلاقي الام يا عيني يعني ابنها شبطان في حاجات مش صح، عايز شيبسي، عايز عصير، عايز التليفون، عايز مش عارف ايه، عايز يروح فين، ويقعد يتمرمغ من العياط. فالام لازم توافق، خلاص هعمل ايه يا دكتور؟ ده بيخرب الدنيا، ده بيصوت، ده بيفضحنا. ما تخليش ليكي نقطه ضعف. اي طفل شبطان في حاجه وواخد العياط وسيله، سيبيه يعيط يتفلق، ما تخافيش، مش هيجرى له حاجه. مره اتنين تلاته هيبدا يتعود على ان الطريقه دي ما بتجيبش معاكي نتيجه. طبعا الكلام اللي بقوله ده ينطبق على اطفال بتفهم، اطفال فوق السنتين ثلاثه، مش طفل 7 8 شهور بيعيط من الجوع مثلا وعايز يرضع فتسيبيه، لا الكلام ده مش مظبوط. انما الكلام ده على الاطفال الكبيره 3 4 سنين شبطان في التليفون وحضرتك سايباه طول النهار على الكرتون وعلى الموبايلات وعلى التليفونات، وكل يوم شيبسي وكاراتيه وعصير وما بياكلش بروتينات وعنده انيميا ومشاكل في التاخر في العقل ومش عارف ايه بسبب تليفونات. فما تخليش الطفل هو اللي يقود او يسوق العلاقه اللي بينك وبينه. دي بدايه الفشل، ودي بدايه ان انت مش عارفه تسيطري على طفلك، وهيكبر مش هتعرفي تسيطري عليه لما هو 3 4 سنين ومش قادر عليه. امال لما يكون عنده 10 سنين وعنده اصحاب سوء هتعملي ايه؟ فبعد اذنكم يا جماعه بلاش تخلوا اطفالكم هم اللي اصحاب القرار. لازم انت تسالي الصح ايه والغلط ايه وتنفذيه غصب عنه. سيبيه، قولوا له روح عيط في اوضه لوحدك، لما تخلص يبقى تعالى لي.